سيتي معناها سي ايكواسيون صعيبه ريزودر معناتها كونك تلقى ان ديفونس رانفورسي بالطريقه هذيك وباش تلقى لي سوليسيون اي بوي تي فيت معناها زاتاك رابيد اللي معناها تعبونا. خلينا نقول البريمير ميتون كانت معناها محترمه فايت زوكازيون دو بوت كنا نجموا نقتلوا معناها قبل ما يجي فينا البون تولول كانت عندنا اون اوكازيون معناها نات كنا نجموا معناها بشويه شوي يكون خير نجموا نقتلوا بها معناها المباراه ونخليوا انفسنا معناها في ظروف باهيه. الشوط الثاني ما لقيناش الحلول اجتهدنا باش نلقاو معناها الحلول الهجوميه اللي يلزم نلقاوها. مع الاسف الامور معناها ما مشاتش بمرور الوقت نلعب ضد المساحه ضد الوقت والتسرع وفقدنا معناها السيطره على اعصابنا ما نجمناش يعني نلقى الحلول بصفه يعني كليه. خلينا نقول زيد على ذلك معناها الاصابه نتاع دريس 10 دقائق خلينا نلعب 10 لاعبين دونك كنا في ان جور سان الكره معناها ساعات تكون معناها تنصف بعض الاحيان. اليوم مام لي دي ستاد كما يقولوا ما كانوش معنا فالله غالب نعتذروا معناها الاحباء على الانسحاب معناها المر لكن لازم نرفع رؤوسنا لانه قدامنا رهانات اخرى هامه وننسى في اسرع وقت ولا بد باش تكون عندنا يعني رده فعل لا باس بها في بقيه المشوار باش تعمل يعني تلقى معناها حلول. يعني نفس السؤال لو خليت المباراه كيف ما هكا علاش ما جازفتش؟ يعني هذه امور منطقيه معناها انا كمدرب شفت الاختيارات هذيك ربما تعطيني معناها نجاح. خروج على الشهرين مثل ما قلت في تخريج الكره بعد تسجيل الهدف حتى في بدايه معناها المباراه ما كانتش الامور معناها كما نحبوها احنا على مستوى حجم اللعب. الهدف اعطانا معناها حلول ولما اللاعب يسجل هدف يعطيك كونه معناها قام بمباراه كبيره الى اخره. لكن كانت مباراه يعني عاديه خلينا نقول على جميع المستويات لكن كنا معناها واقفين مليح. الهدف اللي جا فينا اثر فينا وخلانا ما لعبناش مع الامكانيات نتاعنا. انا ريت اللي متصور اللي الخصم باش يلعب معنا بدفاع مكثف. دفاع مكثف لابد باش يكون فيه لاعب كره جماعي اكثر وحتى كره في الارض ونلعب مع الامكانيات نتاعنا. نشوف اللي سعد بقير افضل في الجهه هذيك من غيلان الشعلاني مثلا. كان ربما الافضل يكون كوليبالي ونخلي جيلان الشعلاني معناها هذوكم يعني بالنسبه لي انا اختيارات. نعرف اللي لازمنا باش نشدوا كره عارف اللي باش نلقاو مساحات معناها صعيبه برشا اللاعبين اللي موجودين باش يصنعوا اللاعب معناها ربما ما نلقاوش معناها معهم الحلول وشفنا حتى في نهايه الشوط الاول هناك ارتباك على مستوى ما تخريج الكره. الحلول تنجم تكمل مع سعد بقير اللي عنده الامكانيات عنده المهارات في يوم تمشي الامور في يوم ما تمشيش لكن بطبيعه الحال نتحمل مسؤوليتي معناها في الاختيارات الكل في الشيء اللي عملته ونعرف اللي تزرب معناها زربت تاخرت وتلعب مهاجم برك علاش مهاجم برك تلعب باثنين علاش باثنين هلما جربوا النتيجه اليوم بطبيعه الحال ما تخدمنيش ونتحمل مسؤوليتي في الامور هذه.